السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد من قناة مروة لواء على اليوتيوب. قبل ما تبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك والسبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله، وتشير الفيديو لكل اصحابك باذن الله عشان هيتكلم كلام مهم جدا بعد ماتش الاهلي ومودرن سبورت اللي هو فيوتشر قديما. يعني بص يا باشا بقى معايا كده وجيب كوبايه الشاي بتاعتك الجميله واسمع مني الكلام اللي هقوله ده. اول حاجه نبدا كده بيها هي تشكيله النادي الاهلي طبعا في الماتش. ببساطه شديده ابتدينا بشوبير، محمد هاني باك يمين، محمد شكري باك شمال، ياسين مرعي وياسر ابراهيم قلبين دفاع، احمد رضا ومحمد علي بن رمضان وقفشه نص ملعب، مهاجم شريف على يمين وزيزو وعلى شماله تريزيجيه. التشكيله كبدايه كاسماء كورق قبل الماتش كان توقعي ليها انها تاخد 8 من 10. قصه ان انت تبقى جريء وتنزل مصطفى شوبير بدل الشناوي حلوه. محمد شكري اخيرا الحمد لله عندنا باك شمال كويس، معرفش هو خرجه ليه الشوط الثاني بس لما نجيلها في حته التبديلات. ياسين مرعي رائع، ياسر ابراهيم كويس، محمد هاني كالعاده ما فيش منه جديد ولا قديم، يعني هو لا بيقدم مستوى جميل ولا بيقدم مستوى وحش، هو في النص لعيب عادي جدا ما فيش اي بنمره عليه هو بيعمله. طبعا قلنا في نص الملعب بن رمضان كواليتي تقيل جدا، احمد رضا برضو جامد جدا، قفشه حسبي الله ونعم الوكيل، محمد شريف مهاجم ما جاتلوش اي فرص في الشوط الاولاني، وزيزو على اليمين وتريزيجيه على الشمال. ببساطه انا قلت لك زي ما انا بقيم التشكيله دي من 8 من 10 من قبل المباراه. ابتدت المباراه بدانا اللعب اللي انا ما كنت متوقعه ما لقيتوش، اللي انا كنت متوقعه ما لقيتوش خالص. كنت متوقع بقى 1 و2 جون 1 و2 جون 1 و2 جون 1 و2 جون، بس انا ما شفتش ده، انا شفت 1 و2 وورا 1 و2 والورا 1 و2 والورا، لا اما نروح قدام. طب واحنا خلاص احنا على خط ال 18 هنعمل ايه؟ يلا مش عارفين، يلا نرجع تاني ورا. طب في ايه؟ انتوا كلكم بتعدوا نوصل عند خط ال 18 مفيش، احنا نسينا كوره، احنا بنعدي هنا وبنباصي وباك شمال ويطلع نروح هناك احنا نسينا كوره. طب ليه؟ ما تفهمش، مش لاقيين بعض. انا هقول لك الفكره والمشكله ان احنا مش لاقيين بعض كلاعيبه. اللي هو حتى الاجنحه كانت بتعدي، تريزيجيه كان مقدم شوط كويس الشوط الاولاني، الشوط الثاني ما كانش كويس خالص. زيزو طول المباراه حتى لما نزله تحت وطلع طاهر هو اللي يلعب وينج يمين كان كويس زيزو. بس ليه؟ يعني خلاص دي خلصنا موضوع التشكيله. تاني حاجه بالنسبه يعني رايي في المباراه، ماتش كويس ادي له مثلا تقييم 7 من 10. الماتش بعيدا بقى انا مش اهلاوي او يعني كاني مش اهلاوي ولا بشجع، طبعا ما حدش بيشجع مودرن فيوتشر، فالماتش كان كويس، جون هنا جون هنا وكانوا الاجوان جم على طول ورا بعض، فدي حاجه كانت كويسه. ولكن بالنسبه لي انا كاهلاوي لا لا، ليه احنا اصلا ليه نتعادل مع مودرن فيوتشر في اول ماتش؟ عارف انت فكك من لسه اول مره تتعرف على اللعيبه وكده، لا لا ماشي ماشي. تكتيك ريبيرو، بص يا كابتن ريبيرو، طبعا مش عايزين ننتقد فيك او نجرح فيك من الاول، ولكن انا حاسس ان مش حاسس بجمل، حاسس ان انت لسه برضو مش عارف تكون تكتيكك مع اللعيبه. مفيش تكتيك واضح قوي غير فكره الروتيشن ما بين الاجنحه. نص الملعب انا كنت شايف دايما محمد علي بن رمضان دايما في ال 18 زي فكره حمدي فتحي مع موسيماني، بس يعني محمد رمضان طبعا اعلى ككواليتي جدا. ماشي ماشي. التبديلات بن شرقي نزل ما اداش حاجه وما جاتلوش كور كتير اصلا عشان يأدي. كريم فؤاد وده تبديل، انا كنت فرحان ان كريم فؤاد نزل بس مش فرحان ان هو نزل بدل شكري. يعني هو نزل بدل شكري ليه؟ ما ينزل بدل محمد هاني. ايه سر تمسكه بمحمد هاني؟ كريم فؤاد لو كان نزل بدل محمد هاني وشكري على الشمال اعتقد كانت هتبقى افضل بكتير، لان خصوصا لما شكري خرج ما شفناش عرضيات خطيره غير من زيزو. طب ما محمد شكري كان بيرفع عرضيات مع زيزو في الشوط الاولاني وكانت خطيره وكانت كويسه، بس تبديل ملوش لازمه. طاهر نزل بدل قفشه، الحمد لله قفشه كان بيقدم اكتر كوره سيئه شفتها في الشوط الاولاني، والشوط الثاني لما خرج حسيت ان الاهلي بدا يلعب كره والكور سريعه، لكن مع قفشه هات الكرة يلا لورا، هات الكرة يلا يا مرعي، هات الكرة يلا يا ياسر، في ايه يا عم؟ في ايه؟ احنا جايبينك عشان تبصي للدفاع بس. جراديشار نزل، شريف ما اداش حاجه، ما جاتلوش كور اصلا الشوط الاولاني. جراديشار لما نزل برده ما جاتلوش كور الشوط الثاني. احنا كان اغلب الكور بتاعتنا من يعني مثلا شوط التريزيجيه كان في الشوط الاول، زيزو كان في كوره عدت في الركنيه وطاهر هو اللي لحقها وكان هيشوطها هو ومحمد هاني بس خبطت في اللعيبه. مفيش يعني مش عايز اقسي على اللعيبه، ولكن لا لا حاجه يعني ماتش كان رخم بالنسبه لي وكان ممكن نخسر جدا فيها. طبعا بالنسبه لي انا صراحه ما شفتش مين خد راجل المباراه، لكن بالنسبه لي راجل المباراه هو ياسين مرعي بلا استثناء.
مصطفى شوبير يعتبر ادى اللي عليه. الجونين اللي دخلوا فيه كان كوره حسام حسن والهيد بتاع علي الفيل متهيألي، فالاثنين هو لا يسأل عنهم الا بتاعت حسام حسن، هو اللي انباص لكريم فؤاد وهو اللي زنقه بس من زيزو. بس ده نهايه الفيديو بتاعنا، يا ريت ما تنساش السبسكرايب واللايك.